بون الحسين الطاهري ممثل امازيغي، مولود في سنه تقريبا 2003 البدايه ديالي. يعني ممثل امازيغي بالضبط بمدينه تيزنيت. يعني المشاركه ديالي انا كما قلنا يعني بدينا المسيره الفنيه من 2004. عندي عده اعمال، فتقريبا عما يفوق تقريبا 50 فيلم. واخر فيلم درته هو مولان تريت، فيلم امازيغي ما قبل امودو من فرنسا اللي تعرض اليوم دار الثقافه. المشاركه بالتجربه ديالك يعني في الاطار ديال التمثيل، التجربه ديالك كيف تنظر التجربه؟ كما قلنا الانسان اش غنقول لك، دونك بالنسبه للتجربه ديالي راه كما قلت لك، راه البدايه الفنيه ديالي تقريبا هي 2003، وانتجت يعني العدد من الاعمال عما يفوق تقريبا 50 فيلم فما فوق. بالنسبه للتجربه ديالي لحد الان اش غنقول لك، التجربه ما غاديش نقولوا راه كاينه تجربه 100% وانما الانسان ما عمروش يقول راه وصلت ولا شي حاجه. هذا ما كان. بالنسبه للاكراهات اللي كتواجه يعني في هذا الميدان، بالنسبه للاكراهات اللي احنا كفنان مثلا وسيرتو هذه الاكراهات عند المنتج هي ظاهره القرصنه. هذا هو المشكل الوحيد اللي كاين عند الافلام الامازيغيه. وباش نقول واحد القضيه بان الافلام الامازيغيه راه ماشي افلام مدعمه من اي جهه، سواء من المركز السينمائي المغربي سواء من اي حاجه، راه ما كاينش شي دعم على هذه الافلام الامازيغيه. يعني المنتج هو اللي كيضحي بالمال ديالو ولا بالفلوس ديالو باش يوصل يعني الامازيغيه يديرها في الفي سي دي الى اخره. اذا بالنسبه للاكراهات كما كنقولوا هي القرصنه، هي اللي كتقتل المنتج. اذا الا مات المنتج سينو راه حتى الممثل غيموت حتى هو. هذا ما كان.